الفيلم بيبدأ في نص الليل بمشهد مرعب. قاتل لابس قناع بيجر جثة ميتة على طريق فاضي، وبعدها بيكب عليها بنزين وبيولع فيها. وتاني يوم الصبح الناس لقوا الجثة متفحمة، والخبر بيقلب السوشيال ميديا وكل منصات التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت عصابة مقنعة جريئة جدا بيقودها مجرم اسمه دهان نجحوا يعملوا عملية سطو على بنك، وبيخرجوا بغنيمة ضخمة جدا من الفلوس. وعلى طول مفوض الشرطة بيكلف الضابط الذكي والحاسم أرناف اللي هو مساعد المفوض إنه يتولى قضية السرقة. أرناف ما بيضيعش وقت وبينزل في التحقيق بكل قوته، وبعد ما بيجمع الأدلة بسرعة بيرجع يكلم المفوض واللي بيؤمر فورا بالقبض على المجرمين. أرناف اللي بيكون في مهمة واضحة جدا بيقدر إن هو يوصل لمخبأ العصابة، وبيقرر إن هو يروح لوحده من غير أي دعم، وفعلا بيدخل عليهم وبيضرب دهان ورجالته علقة موت. وبعد ما بيخلص عليهم أرناف بيبلغ فريقه يجي يقبضوا رسميا على العصابة. وتاني يوم الصبح بيرجع أرناف لشغله كالمعتاد. المفوض بيكلفه بمهمة جديدة، المرة دي في قضية مخدرات غير قانونية، وأرناف كالعادة بيلتزم بالأوامر وبيبدأ شغله على طول. وفي نفس الوقت القاتل المقنع المجنون كان لسه مكمل في جرايمه البشعة، وبعد ما بيقتل الضحية التانية جوه الغابة ساعتها مفوض الشرطة بيكلف كومار يبدأ التحقيق فورا، خصوصا ان عدد الجثث كل يوم بيزيد بعد يوم. وبعد فترة بيكتشف جثة تانية متفحمة جوه مبنى مهجور، ومكان الجريمة بيكون نظيف جدا، مفيش اي بصمات ولا كاميرات مراقبة ولا حتى دليل مفيد واحد. وفريق الأدلة الجنائية بيرجع بتقرير صادم جدا ان الجثة ما فيهاش اي علامات عنف، وإن الضحية اتقتلت برصاصة واحدة في الراس قبل ما يتحرق جسدها. وكومار اللي بيكون متكلف بالقضية بيكون خلاص فقد أعصابه، خصوصا إن القاتل الغامض ده كان لسه بيقتل الناس من غير ما يسيب أي أثر وراه. وفي الجهة التانية مساعد المفوض أرناف كان لسه في حربه ضد تجار المخدرات وبيتابعهم في السر لحد ما بيوصل لقهوة وبيقعد هناك يراقبهم بهدوء. وأثناء ما كان مركز في شغله جدا بنت اسمها سانجانا بتلمح عليه. سانجانا ما كانتش تعرفه خالص، بس بتتشد ليه من أول نظرة بسبب تركيزه الشديد ونظراته الحادة، وبتقرر إنها تاخد خطوة جريئة وراحت له تعرف نفسها. بس أرناف اللي كان كل تفكيره في الشغل بيطنشها تماما، وفي اللحظة اللي كان بيعاملها فيها ببرود تجار المخدرات بيحاولوا يهجموا عليه من ورا، بس أرناف ما بيتوترش ولا لحظة وبيرد عليهم بسرعة وبيضربهم كلهم في ثواني. المنظر ده بيخلي سانجانا تنبهر بيه أكتر، ومن ساعتها وهي بقت تتابعه في كل مكان بتكون عايزة تعرف حكايته وإيه سره. بس أرناف ما كانش مبسوط خالص من وجود واحدة بتراقبه طول الوقت. وبعد كام يوم من التحقيق المكثف بيقدر أخيرا إن هو يداهم مقر تجار المخدرات ويمسكهم. وجوه المكان بيكتشف نوع جديد وخطير من الحبوب واللي بيكون لونها أحمر. المفوض بينبهر بالعملية وبيهني أرناف على شغله الممتاز، لكن تاني يوم الصبح المفوض بيكون غضبان جدا على كومار لأن القاتل المتسلسل بيكون لسه مكمل في جرايمه، وكومار مش قادر يوصل لأي حاجة. كومار اللي كان تايه ومحبط بيكمل بحثه في نفس الليلة، وأثناء ما بيكون سايق عربيته بيحصل ليه حادثة جامدة جدا وبينقلوه بسرعة للمستشفى وبيدخل غرفة العمليات فورا، لكن للأسف كون دخل في غيبوبة وده معناه إنه هيغيب عن الشغل فترة طويلة. المفوض على طول بيستدعي أرناف وبيأمره إنه يستلم قضية القاتل المتسلسل الخطيرة دي بنفسه، وكمان بيعين معاه ضابط اسمه منهار عشان يساعده في التحقيق. ومن هنا بتبدأ القضية رسميا. أرناف ومنهار ابتدوا يراجعوا كل مواقع الجريمة بدقة شديدة واحدة ورا واحدة علشان يحاولوا يلاقوا أي خيط يوصلهم للقاتل، وبيلاحظوا ان كل الجثث المتفحمة كانت بتظهر في اماكن مختلفة. واثناء ما كانوا بيحاولوا يحللوا القضية سوا ارناف بيقول ان كومار ما وصلش لاي حاجة قبل كده، لا بصمات ولا كاميرات ولا اي دليل مفيد خالص.
ودلوقتي عندهم 6 ضحايا مجهولين من غير أي هوية. وساعتها أرناف بيقف للحظة وبيكون بيحاول يفهم اللغز الصعب ده جدا، وبعدها بيوصل منهار لبيته وبياخد باله إن هو أب أعزب بعد وفاة مراته، وبيكون مكرس كل وقته لابنه، وبعدها بيرجع بيته يرتاح. وتاني يوم الصبح وهو رايح المستشفى عربيته وقفت فجأة في نص الطريق وممشيتش تاني، ومفيش قدامه حل غير ان هو يطلب توصيلة. والمفاجأة ان العربية اللي وقفت له كانت سايقاها سانجانا. أرناف كان في موقف صعب فاضطر ان هو يركب معاها، واثناء الطريق بيتبادلوا ارقام التواصل. سانجانا بتوصله لحد المستشفى، وهناك بيروح يطمن على كومار اللي كان لسه في الغيبوبة. لكن في نفس الليلة القاتل المقنع بيرتكب جريمة قتل كمان. بيشوف واحدة قاعدة لوحدها على محطة الأتوبيس، ومن غير ما يضيع وقت بيستخدم جهاز صعق بالكهرباء وبيخليها تفقد الوعي في لحظة. وبعد ما الضحية اتصعقت القاتل بيخلص على الضحية وبيولع في جثتها. وتاني يوم الصبح أرناف ومنهار بيلاقوا آخر جثة متفحمة جوه مصنع مهجور، وبرضه بيكون مكان الجريمة مفيهوش أي دليل واحد ممكن يفيدهم. الصحافة كانت عاملة ضغط فظيع على قسم الشرطة علشان يمسكوا القاتل. بعدها أرناف بيقابل دكتور الطب الشرعي، والدكتور بيأكد له إن طريقة القتل هي زي القضايا اللي قبلها بالظبط، بس المرة دي كان في خيط جديد. بيلاقوا جبس على رجل الضحية. أرناف بيمسك في الخيط ده فورا وبيروح على مستشفى العظام وبيطلب قائمة بأسماء كل الناس اللي في المدينة اللي استخدموا جبس في رجلهم مؤخرا. الدكتور وعده ان هو يجهز بيانات المرضى ويسلمها له تاني يوم. أرناف بيشكره وبيخرج من مكتبه، وأثناء ما بيكون ماشي في الممر بيلمح منهار بيتكلم مع دكتور قلب. وبعد ما بيخلص كلامه أرناف بيروح بهدوء للدكتور وبيسأله عن الموضوع. الدكتور قاله إن منهار عنده مشكلة خطيرة جدا في القلب، ولازم يعمل زرع قلب في أقرب وقت وإلا حياته نفسها هتبقى في خطر. أرناف اللي ما كانش يعرف حاجة عن حالة منهار بيحس فجأة بتعاطف كبير من ناحيته. وتاني يوم الصبح بيبدأ أرناف إن هو يراجع بيانات المرضى اللي كانوا لابسين جبس في رجليهم في الفترة الأخيرة. وبعد ما بيضيق الدايرة هو ومنهار بيروحوا يقابلوا كذا شخص منهم. واحد فيهم بيكون اسمه سودكار. أرناف وهو بيتفقد البيت عنده بيلاحظ صورة قديمة من أيام ما كان طالب في مدرسة اسمها توين بيردز. اللقطة دي بتشد انتباهه جدا، وأرناف بيلاحظ إن سودكار كان متوتر جدا فبياخد باله من النقطة دي وبيسجلها في دماغه وبيكمل هو ومنهار البحث. وبالليل سانجانا بتصر إنها تقابله رغم إن هو حاول يعتذر أكتر من مرة، بس هي كانت مصممة جدا فبيضطر يروح يقابلها في الكافيه. وأول ما قعدوا قالت له بصراحة إنها بتحبه ومش قادرة تخبي مشاعرها، لكن أرناف بيكون صريح جدا معاها وبيقول لها إن عمره ما هيقدر يبادلها نفس المشاعر. الكلام ده بيكسرها جدا من جوه وبتخرج من اللقاء ده حزينة جدا. وتاني يوم الصبح أرناف ومنهار بيرجعوا تاني لموقع جريمة جديدة وبيلاقوا جثة جديدة متفحمة. أرناف بيكون غضبان جدا لأن القاتل المقنع لسه طليق وبيقتل براحته، وبيبدأ يسأل ضابط الاسم عن أي حاجة غريبة حصلت في الفترة الأخيرة. وواحد من الضباط قاله إن في راجل بيجمع خردة شاف القاتل وهو بينفذ الجريمة. أرناف بيتحرك فورا وبيروح للراجل ده، وأثناء التحقيق معاه الراجل قال إن هو شاف إن القاتل بيهاجم الضحية وبيخطفه، وده كان بالضبط وهو رايح ياخد الموتوسيكل بتاعه من الجراج القريب. أرناف راح بعد كده يشوف الموتوسيكل بنفسه، ولما بيفتح الشنطة بيلاقي أدلة بتأكد إن الضحية دي كانت اسمها ميرا. أرناف على طول بيركب عربيته وبيروح على العنوان المتسجل باسمها، ولما بيدخل البيت بيتصدم لما بيلاقي ميرا واقفة قدامه حية ترزق. الصدمة كانت في إن سبب حياتها بيكشف له خيط جديد في القضية. ميرا بيكون عندها أخت توأم بتكون شبهها بالظبط، وقالت له إنهم الاتنين كانوا بيدرسوا في مدرسة اسمها توين بيردز، المدرسة اللي كانت مشهورة إن فيها 11 توأم في فصل واحد. وقتها أرناف بيربط الأمور ببعض وبيفتكر إن سودكار كمان كان طالب في نفس المدرسة، وعلى طول بيستدعي سودكار وميرا. وأثناء التحقيق وبعد سنين طويلة سودكار وميرا بيقابلوا بعض وجها لوجه، بس اللقاء ما كانش فيه أي سعادة نهائي. أسئلة أرناف في الآخر وصلت لحقيقة صادمة إن الجثتين المتفحمين
اللي الشرطة كانت لاقياهم طلعوا في الحقيقة التوائم بتوع ميرا وسكار، وطريقة القتل اللي استخدمها القاتل المقنع كانت متطابقة تماما في الحالتين. سكار وميرا بيحكوا ان كل واحد فيهم اتخطف في وقت مختلف واتسحب لمكان منعزل، وهناك القاتل المقنع عمل مكالمة فيديو وهدد كل واحد فيهم انه هيقتل اخوه التوأم لو ما ضربش الشخص اللي واقف قدامه بالنار بنفسه. وش الشخص اللي قدامهم كان متغطي بالكامل، وبيتحطوا في موقف صعب جدا بين ان هم يختاروا بين انهم يقتلوا اللي قدامهم او يفقدوا توأمهم. وفي الاخر سكار وميرا بيعملوا الحاجة اللي عمرهم ما كانوا بيتخيلوها، وبيضربوا بالنار على الشخص اللي قدامهم وبيرجعوا بيوتهم. وبعد كده هم فاكرين ان هم انقذوا اخواتهم، بس بعدها على طول القاتل المقنع بيبعت لهم فيديو بيكشف فيه الحقيقة البشعة. واول ما بيتشال القناع عن الناس اللي ضربوا عليهم بالنار بيكتشفوا انهم قتلوا توأمهم بايديهم. المكالمة اللي شافوها كانت مش مباشرة، دي كانت مسجلة ومتضبطة بتوقيت شيطاني. سكار وميرا انهاروا تماما ودخلوا في حالة بكاء هستيري. وبعد ما اتكشفت كل التفاصيل أرناف بيوريهم صورة الفصل القديمة من مدرسة توين بيردز وبيسألهم علشان يعرف هوية القاتل والدافع بتاعه. وأول ما أرناف بيوريهم صورة الفصل بيشاوروا فورا على ولد اسمه بنجمان. وقتها ميرا قالت له كده على السريع معلومة كانت مهمة جدا، إنها من كام شهر هي وتوأمها قابلوا زميلة قديمة من المدرسة كان اسمها سانجانا. وفجأة أرناف بيستوعب الصدمة زي الطوبة اللي نزلت على دماغه. سانجانا البنت اللي كانت بتلاحقه عندها كمان أخت توأم شبهها بالضبط، وبكده بقت كل أجزاء اللغز واضحة. بعد كده بيسمحوا لميرا وسكار انهم يرجعوا بيوتهم، وأرناف اللي كان مصمم ان هو يعرف الحقيقة اللي حصلت في مدرسة توين بيردز بيقرر ان هو يروح يقابل المديرة واللي بيكون اسمها شانتي، وبيروح هو ومنهار على طول على بيتها. أرناف ما بيضيعش وقت وبيسألها سؤال مباشر: مين بنجمان؟ السؤال ده بيفتح عليه سيل من المعلومات عن ماضي بنجمان. شانتي بتبدأ تحكي إن هي وجوزها اللي اسمه رافي كانوا نفسهم جدا يخلفوا توأم، بس بعد سنين جواز ما قدروش يخلفوا أصلا، ولأنهم كانوا بيعشقوا التوائم بيقرروا يفرغوا طاقتهم في إن هم ينشئوا مدرسة خاصة للتوائم. ومع الوقت المدرسة بتنجح جدا، وده بيخلي شانتي مبسوطة جدا إنها محاطة دايما بطلاب توأم. أما رافي فكان مبسوط لسبب تاني، عشان المدرسة يعني بتجيب فلوس كتير. وفي يوم من الأيام شانتي ورافي بيشوفوا ولدين توأم نايمين في الشارع اسمهم بنجمان وفرانسيس. الولدين كانوا أيتام والزوجين بيحسوا بشفقة كبيرة عليهم، فبيعرضوا عليهم إن هما يتعلموا في المدرسة مجانا ويسكنوا في السكن الداخلي هناك، والتوأم بيوافقوا فورا. شانتي بتتأثر جدا بعلاقة الحب القوية اللي بتكون بين الأخين، والاتنين كانوا شطار جدا في الدراسة، بس بنجمان كان مميز أكتر خصوصا في الشطرنج، وكان عنده موهبة غير عادية فيه، لحد ما بنجمان بقى أول بطل شطرنج على مستوى المحافظة في المدرسة. وده بيخلي الاتنين يبقوا واجهة المدرسة، وكل الناس كانت بتتكلم عن إنجازاتهم. بس ده بيكون مضايق الطلبة التانيين جدا، لأن أهلهم كانوا دايما بيقارنوا بينهم، تشوف بنجمان وفرانسيس عاملين إزاي، وده بيولد غيرة وحقد كبير وسط الطلبة، وبيبدأوا إن هما يتنمروا على التوأم بشكل قاسي جدا. فرانسيس اللي كان قلبه طيب وكان بيعيط كل مرة بيتهاجم فيها، لكن بنجمان كان بينفجر من الغضب وبيضربهم بعنف. شانتي بتحاول إنها تهدي الأمور وتمنع الفوضى، فعاقبت كل اللي كانوا مشاركين في الموضوع. وبالرغم من إن بنجمان بيتعاقب هو كمان، لأنه كان بيحب شانتي جدا وبيحترمها وبيشوف فيها الأم اللي عمره ما كانت عنده. وبعدها بأيام وقبل مسابقة الشطرنج القومية، شانتي بتبدأ إنها تدرب بنجمان بنفسها، وكانت مبهورة بذكائه وطريقة تفكيره في كل حركة. بنجمان كان عبقري حقيقي، ما بيعرفش يعترف بالخسارة أبدا، ودايما بيحط خطة ألف، ولو فشلت عنده ب، ولو دي كمان وقعت عنده جيم. يعني دايما بيكون سابق الكل بخطوة ومجهز لكل احتمال. في يوم بعد ما بيخلصوا تمرين الشطرنج
شركة الكهرباء بتقطع النور. بدون ما بيفكر بنجمان بيطلع يجري على السكن علشان يلحق أخوه فرانسيس، لأنه كان عارف إن فرانسيس عنده فوبيا جامدة جدا من الضلمة. شانتي ما كانتش عندها أي فكرة عن الموضوع ده. بنجمان لما بيوصل بيلاقي فرانسيس بيصرخ وبيعيط من الرعب، فبيحضنه جامد جدا لحد ما بيهدى. وبعدها بكام يوم بنجمان بيسافر برا المدينة علشان يشارك في بطولة الشطرنج القومية. وأثناء ما بنجمان بيكون مسافر، فرانسيس بيفضل يتعرض للتنمر من زمايله اللي بيكونوا غيرانين منه جدا، لحد ما كان بيعيط كل يوم من كتر الإهانة. وبعد يومين بنجمان بيرجع المدرسة وهو شايل الكاس في إيده بعد ما بيكون كسب المركز الأول، وفرانسيس بيكون طاير من الفرحة لأخوه. وتاني يوم الدراسة بترجع عادي، وشانتي بتكون حريصة جدا إنها توصل مدرسين ما يطفوش النور في أي معمل علشان فوبيا الضلمة اللي عند فرانسيس. المدرسين بيوافقوا، بس الخبر عن خوف فرانسيس من الضلمة بينتشر بين الطلبة زي النار في الهشيم. في اليوم ده وأثناء حصة المعمل كان بنجمان مع شوية طلبة في معمل الفيزياء، وفرانسيس مع مجموعة تانية في معمل الكيمياء. وقبل ما المدرس بيوصل زمايل فرانسيس بيستغلوا الفرصة وبيقفلوا باب المعمل عليه وبيطفوا النور خالص. فرانسيس بيبدأ يصرخ ويعيط بهستيريا من الخوف، وبمجرد ما بنجمان بيحس بالخطر بيجري من معمل الفيزياء ناحية معمل الكيمياء وبيزعق لهم يفتحوا الباب بسرعة. بس زمايله بيقفوا يتفرجوا عليه ومفيش حد بيتحرك من مكانه، وبيفضلوا يضحكوا عليه بسخرية. وبعد شوية فرانسيس بيبدأ يتنفس بصعوبة، وللأسف بيموت في الضلمة وهو بيحاول ياخد نفسه. بنجمان بيتدمر حرفيا وبيكون مش مصدق ان اخوه بيكون مات بين ايديه. والكارثة كانت اكبر لما اكتشف ان فرانسيس بيكون مات في عيد ميلاده. اللي حصل بعدها كان انتقام مر، نهاية حزينة ومن رمضها هتقوم نار مليانة وجع وندوب محفورة في القلوب. مفيش رحمة ومفيش سلام يتدور عليه. القلب الساكت دلوقتي بيتصرخ وبيتكلم. شانتي بتجري على المكان وبتحضن بنجمان اللي كان منهار وبيبكي بحرقة. وبعد الدفن الكل مشى، بس بنجمان بيرفض يسيب المكان رغم ان شانتي حاولت انها تقنعه يرجع للسكن، بس هو بيقعد هناك طول الليل نايم جنب قبر اخوه فرانسيس، وبيفضل قاعد جنب القبر مكسور ومقهور، وكل لحظة بيعيشها بتفكره بذكرياته الجميلة مع فرانسيس. الخبر بيوصل لراهبة كانت قريبة من المدرسة، فبتيجي بنفسها وبتجيب بنجمان تاني لمدرسة وينبيرز. وبعد كام يوم بنجمان بيكون راجع للمدرسة وبيبص لزمايله بنظرة فيها وجع وغضب في نفس الوقت. وفي اللحظة دي الراهبة بتروح لشانتي وجوزها رافي وبتقول لهم الحقيقة المرة ان بنجمان لو فضل في المدرسة ده معناه انه عمره ما هيتعافى من موت اخوه، وعلشان مستقبله هو لازم يبعد من هنا. شانتي ورافي بيوافقوا على الموضوع، وشانتي بتكون مكسورة جدا من جواها لانها بتكون شايفة ان بنجمان ده زي ابنها بالضبط. الراهبة بتاخد بنجمان وتوديه الدار، وبعد شانتي ما بتخلص الحكاية المؤلمة دي دموعها بتنزل وهي بتبص على صورة بنجمان وفرانسيس القديمة في المدرسة، ومن وسط دموعها بتعترف لأرناف إنها مقتنعة إن ربنا كان غضبان علشان ذنوب الطلبة وأخطاء المدرسين، وده اللي بيخلي المدرسة في الآخر تتحرق. بس الحمد لله الحريق ما بياخدش أي أرواح. وبعد ما المدرسة راحت رافي اتجنن حرفيا من قلة الفلوس اللي هو جوز شانتي يعني، وبيتدهور لحد ما بقى مدمن كحول وفي الآخر بيموت. بعد فترة شانتي بيكون وصل لها خبر من الراهبة إن بنجمان اتبناه راجل غني وعايش دلوقتي برا المدينة. أرناف بيركز على المعلومة دي جدا وبيطلب من شانتي الطلبة اللي كانوا في فصل التوأم بتوع بنجمان. شانتي فعلا بتديهوله، وأرناف بيبدأ إن هو يراجع بيانات الطلبة وبيكتشف إن تواريخ ميلاد كل التوائم اللي كانوا في فصل بنجمان هي نفس تواريخ ميلاد الضحايا اللي اتقتلوا، يعني نفس الأيام اللي الضحايا اتقتلوا فيها كانت تواريخ ميلاد التوائم. وساعتها أرناف اتأكد من شكوكه، كل الضحايا كانوا زمايل بنجمان القدامى وهو بيقتلهم دلوقتي واحد ورا التاني انتقاما منهم. وبما إنه الدافع والضحايا اتحددوا خلاص، أرناف بقى مركز جدا على خطوته الجاية، وعلى طول بيروح بيت سانجانا وبيحكي لها الحقيقة المرعبة عن جرايم القتل اللي بنجمان بينفذها. وطبيعي ان سانجانا واختها التوأم بيتصدموا ويتخضوا جدا، فأرناف بينصحهم فورا انهم يسيبوا البيت ويروحوا مكان تاني آمن لحد ما يشوفوا حل.
فبيروحوا لبيت منهار، وأرناف ومنهار بيكملوا بحثهم من غير أي راحة، وبيلاقوا إن من كل التوائم اللي كانوا في فصل بنجمان ما تبقاش منهم غير 4 بس اللي عايشين: سنجانا وأختها التوأم، ودارين وأخوه التوأم اللي مكانهم لحد دلوقتي مش معروف. أرناف بيقرر إن أهم حاجة دلوقتي هي إنهم يلاقوا التوأم اللي فاضل بأسرع وقت. وبعد كام يوم مفوض الشرطة بينادي أرناف وبيقول له إن القضية بقت في منتهى الخطورة ولازم إن هو يخلصها فورا. القضية كانت بقت ضغط كبير جدا على أرناف، والمفوض كان ما بيبطلش زن على أرناف إن هو لازم يقبض على القاتل قبل ما حد تاني يقع ضحية. أرناف بيكمل مطاردته من غير أي توقف، وتاني يوم بيقابل كومار اللي كان لسه طالع من المستشفى. الاتنين بيقعدوا يتكلموا شوية ويهزروا، وبعدها أرناف بيدخل في الجد وبيسألوا عن ليلة الحادثة اللي حصلت وهو بيحقق في قضية بنجمان. كومار بيحكي له إنه في الليلة اللي كان بيتتبع فيها خيط في القضية بيلاحظ عربية سودة ماشية وراه، بس للأسف بيفهم متأخر إنها عربية القاتل. بنجمان كان مجهز له فخ محكم. بنجمان هو اللي بيكون عامل الفخ اللي تسبب في حادثة كومار، بس الغريب بقى إن القاتل بنفسه هو اللي طلع كومار من العربية بعد الحادثة وبياخده على المستشفى. فكومار ما كانش فاهم ازاي واحد يأذيه وفي نفس الوقت عايز ينقذه. وبعد ما أرناف بيسيب كومار وبيمشي، أرناف بيجيله تليفون مهم جدا من شانتي، واللي قالت له انها كل سنة في عيد ميلاد فرانسيس بتروح تزور قبره، ودايما بتلاقي ورد جديد محطوط هناك قبلها، وبتكون متأكدة ان بنجمان هو اللي بيحط الورد بنفسه. وعيد ميلاد فرانسيس كمان يومين بس، وده بيدي أرناف فرصة كويسة انه يقدر يصطاد فيها الهدف بتاعه. وبتفضل تترجاه انه ما يضربش بالنار على بنجمان، وقالت له ان القاتل رغم طريقته البشعة هو كمان ضحية في الاساس. أرناف بيسقط وكان بيفكر في الكلام اللي سمعه. وبعد يومين على نص الليل أرناف كان جاهز عشان يتحرك وينصب كمين جنب قبر فرانسيس، وفعلا بيشوف حد جاي لابس روب اسود وماسك على وشه، وبيتأكد انه بنجمان، وبيستنى لحد ما الشخص ده بيلف ظهره، وساعتها أرناف بيتحرك وبيقف قدامه. بس أول ما الماسك بيتشال أرناف بيتصدم جدا لما بيشوف إن هو منهار اللي هو بيساعده في القضية. على طول بيطلع سلاحه وبيطلب من القاتل إن هو يستسلم، بس منهار بيكون أسرع وبيضرب سلاح أرناف بعيد وبيجري على عربيته السوداء. أرناف بيجري وراه بس ما بيقدرش يمسكه، وهو مش مستوعب اللي بيحصل بيركب عربيته وبيروح بسرعة على بيت منهار علشان يطمن على سنجانا وأختها التوأم. منهار بيفتح له الباب وبيدخله، ولما بيطلع فوق أرناف بيتصدم لما بيشوف سنجانا وأختها التوأم مربوطة جامد في الكرسي، وقبل ما يلحق حتى يتصرف منهار اللي كان واقف وراه خبطه بحاجة تقيلة على دماغه وخلاه يغمى عليه. بعدها بياخد أخت سنجانا التوأم وبيروح بيها على مبنى مهجور، وبعد شوية أرناف بيفوق بسرعة وبيفك سنجانا وبيجروا هما الاتنين وراه بأقصى سرعة. أرناف بيفتكر نمط القاتل إن ضحاياه دايما بيتحرقوا في مباني مهجورة، فبيعرف بالظبط هو رايح فين. بيدخلوا المبنى بسرعة وأرناف بيوجه سلاحه ناحية منهار، وسنجانا بتقعد تدور بجنون على أختها التوأم. منهار كان ساكت خالص بس عينه كانت مركزة على حاجة تانية. بيتصدم لما بيشوف اسم فرانسيس موشوم على صدر أرناف، ودي كانت الصدمة الأخيرة اللي قلبت كل حاجة، اللي اتضح ان أرناف في الحقيقة هو بنجمان بنفسه. منهار مقدرش يستوعب الصدمة فبيقرر ان هو يهرب، بس أرناف بيتصرف بسرعة وبيرمي مسدس لسنجانا اللي كانت في حالة انهيار، وبيقول لها انها توجه المسدس ناحية الأسانسير اللي كان بيفتح، وبيزعق لها وبيقول لها اضربي نار، هو اللي نزل في الأسانسير دلوقتي. سنجانا اللي كانت عميانة من كتر حبها وثقتها في أرناف بتاخد المسدس بسرعة وبتضرب نار وهي مغمضة عينيها، بس لما الباب بيتفتح بيطلع ان اللي جوه كانت أختها التوأم وهي قتلتها بإيديها. وبعدها على طول القاتل الحقيقي اللي هو أرناف يعني أو بنجمان بقى اتقبض عليه أخيرا على إيد كومار. بنجمان بيسلم نفسه بابتسامة خفيفة كده كأنه راضي باللي حصل ومتقبل نهايته. وأثناء التحقيق بيكتشف سر تاني خالص، وبيقول في تحقيق أرناف اللي هو بنجمان حاجة بتقلب الدنيا تاني، هو إنه ما كانش بيستهدف كل زمايله القدامى، وإن انتقامه كان موجه التوائم بس، يعني كان بيقتل التوائم اللي اخواتهم كانوا في معمل الكيمياء يوم ما فرانسيس مات، وكان عايزهم يحسوا بنفس وجع فقدان التوأم اللي هو عاشه. وبعدين بيشرح إزاي لعب بعقل منهار، وقال إنه
كان بيكلمه بصوت متنكر وبيهدده. ومنهار المسكين اللي كان أب لوحده وعنده مرض في القلب ما كانش قدامه اختيار غير ان هو ينفذ اللي بيتقاله، وهو اللي ربط سنجانا واختها التوأم بأوامر من بنجمان، وهو اللي لعب دور القاتل المقنع في المقابر، وهو برضه اللي سلم اختها التوأم للمبنى المهجور. والتهديد اللي كان بيهدده بنجمان لمنهار كان تهديد بسيط بس مرعب في نفس الوقت، ان منهار لو رفض ينفذ اللي بنجمان كان بيقوله له ساعتها بنجمان كان هيقتل ابنه. الخطة دي كانت شيطانية بمعنى الكلمة، بتخلي بنجمان يظبط المشهد كله بحيث ان سنجانا نفسها هي اللي تقتل اختها التوأم، وده بيكون نهاية انتقامه البارد. فكومار بيرد عليه وبيقول له انه كان فاكك اللغز ده من بدري اصلا، وان هو اكتشف هوية بنجمان الحقيقية لما لاحظ ان الولاعة بتاعة القاتل كانت نفس شكل ولاعة بنجمان بالظبط، واللي بيكون شافها اما القاتل بيتصرف معاه بجدعانة يعني وبيوديه المستشفى بعد الحادثة. وكومار كمان بيقول ان هو كان لقى صورة قديمة لبنجمان وهو صغير مع فرانسيس في بيت الضابط، وبنجمان بيكتفي ان هو يرد بابتسامة هادية كده كأنه بيأكد المعلومة يعني. وتاني يوم المفوض وكومار بيعملوا مؤتمر صحفي وبيعلنوا انهم اخيرا حققوا نصر كبير جدا بعد القبض على بنجمان، وبعد المحاكمة بتثبت كل التهم عليه وبيتسجن. وفي نفس الوقت الشرطة بتجمع كل التوائم اللي لسه عايشين من نفس الفصل، وبيجي توأم دارين اللي كان حرامي زمان وبيعيط وبيترجى كومار ان هو يحمي اخوه اللي هو نفسه الحرامي اللي ارناف او بنجمان حبسه في اول الفيلم. كومار ومنهار بيتصدموا لما بيربطوا الاحداث دي كلها ببعض وبيجروا على السجن على طول، بس للاسف كانوا متاخرين جدا. بنجمان كان بالفعل يعني خلص على دارين، وكده تكون خطته اكتملت للنهايه. وبنجمان بيعترف لكومار بدافعه الاخير وقال له ان هو دايما بيكون عنده خطه الف، ولو فشلت فهو عنده ب، ولو دي كمان وقعت ففي جيم، وان هو كان بيستغل كومار عمدا عشان ينفذ كل ده. وبنجمان بيوضح ان هو كان ممكن يستنى دارين يخرج من السجن، بس لما عرف ان منهار عنده مرض في القلب بيغير خطته كلها، وبيأكد ان هو اللي ورى كومار الولاعة عن قصد علشان يتمسك ويتحبس، وكل ده كان جزء من لعبته. وفي اخر لحظة قال ان امنيته الاخيرة ان قلبه يتاخد ويتزرع لمنهار علشان يعيش ويقدر يربي ابنه، وقال كمان انه مش عايز يشوف اي طفل تاني يعاني من فقدان ابوه. الفعل الغريب ده اللي بين التوبة والجنون بيأثر في الكل تأثير جامد جدا. وبعدها على طول بنجمان بيبلع حاجة بسرعة واللي بتكون الحباية الحمراء القاتلة اللي شفناها في أول الفيلم، وبيموت في لحظتها وكأنه أخيرا بيلاقي راحته، وهو متأكد إن هو هيقابل فرانسيس تاني في الحياة التانية. وتاني يوم الصبح شانتي بيوصل لها جواب من بنجمان، جواه كانت آخر رسالة مؤثرة من الولد اللي كانت بتعتبره ابنها. الرسالة كانت قصيرة جدا ومكتوب فيها: وحشتيني يا أمي. شانتي بتفضل تعيط وهي بتقرأ الجواب. وبعد كام يوم منهار بيروح يزور قبر بنجمان اللي كان اتدفن جنب أخوه فرانسيس، وبيقرأ لهم الفاتحة وبيدعي لهم، وبيكونوا الأخوات راجعين لبعض بعد سنين من العذاب. شكرا إنكم اتفرجتوا على الفيديو. لو عجبكم وحابين تشوفوا فيديوهات أكتر من القناة ما تنسيش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.